السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال وصحة وسعادة يا رب دايما. النهاردة بقى هنتكلم كده معاكم، وهتكلم على دورة الأبيض، دورة الفراخ البيضة، وهقول لكم شوية نصايح كده وشوية معلومات، وإن شاء الله تبقوا طالعين من الفيديو كده مستفيدين. بصوا يا جماعة، دورة الفراخ البيضة دي يعتبر الدورة التعويضية بتاعت الدورات كلها، أو خسائر الدورات كلها اللي عدت. الدورة دي الناس بتنتظرها من السنة للسنة، يعني لو ما استغلناش الفرصة وابتدينا ننزل دورة رمضان، هنبقى يعني خسرانين. دورة شهر رمضان يعني هي جاية في شهر واحد، يعتبر كده شهر واحد ونص 2 معانا. دي يعتبر السجعة كلها في شهر واحد وشهر 2، السجعة بتاعت الشتاء. يبقى احنا أول حاجة علشان نبتدي دورة رمضان صح، يبقى عندنا التدفئة بعد التطهير الجيد، يعني بعد التطهير كويس، علشان نضمن نتيجة ونضمن سلامة الدورة بتاعتنا تطلع معانا على خير. يبقى نطهر كويس قبل ما ننزل دورتنا، نكون مطهرين المكان كويس، ويكون عندنا مصادر تدفئة كتير على حسب العدد اللي احنا هننزله. لو طبعا ست بيت او عدد كده ست بيت عايزة تنزله، او حد عايز ينزل دورة كده يبتدي يطلع منها لله والكلام ده، هيكتفي يعني مثلا بشمعة، هيكتفي بلمبة، لمبتين 3، ويبتدي يجمع الحرارة بتاعته والتدفئة بتاعته. لكن احنا بنتكلم بالنسبة للكميات. الكميات يا جماعة العدد الكبير، العدد الكبير في الدورات، يعني من بعد 50 لطالع، من أول 50، من عدد 50 لطالع، دي هتحتاج إمكانيات عالية. إمكانيات عالية زي التدفئة، مصادر التدفئة عندنا تكون كتير، التطهير يكون جيد جدا، يعني ما فيش كلام فيه قبل ما ندخل دورتنا، علشان دي دورة الشتاء والفيروسات. يبقى احنا عشان نحصن نفسنا ونمنع اي مشكلة تحصل، يبقى احنا لازم نطهر في البداية كويس. ثانيا، احنا وقت بنتكلم على حكاية الدورة نفسها، الكتاكيت حاليا الفراخ ابتدت، اللحم الابيض ابتدى يعلى، بالتالي الكتاكيت ابتدت ترفع، يعني الوقت دخلت في 30 جنيه الكتكوت، والعلف طبعا غالي. علشان الواحد يجيب مكسب كويس، مش عدد، لو هيعمل مثلا، لو عامل مشروع او كده، مش اقل من 200 هتعوضه خير وهتوفر معاه. لو عدد 200 هيظبط الدنيا، يعني مع المربي، مش اقل من كده. الدورة بتاعت رمضان بتوصل معانا ل90، والسنة اللي فاتت كانت واصلة معانا 100 و101، كان اللحم بتاعها كان واصل 100، وكان واصل 101 كمان السنة اللي فاتت واللي قبليها. يبقى احنا دي دورة الخير، يعتبر دي دورة الخير عندنا. نشتغلها صح ونبتدي فيها صح، علشان نقدر ناخد منها أحسن نتيجة وأفضل نتيجة عندنا. نبتدي كده في الأول، أنا هنزل معاكم دورة، هنزل معاكم طبعا عدد حلو يعني كويس، وهنبتدي فيه مع بعض. بس أنا بنزل يعني الدورة بتاعتي بتكون آخرها 35 يوم، لكن في المزارع طبعا هم بيطلعوا على 40 يوم، لكن انا بالنسبه لي هنا بطلع اقصى حد عندي 35 يوم. ببتدي اطلع الدوره من عمر 32 كمان، الاوزان بتبتدي تعلى عندي، كنت بطلع كل ما الاوزان تعلى كنت بطلع. بس انا طبعا في دوره رمضان بتبقى كبيره، مش هطلع منها كده فرداني، هبتدي اطلع منها اعداد، هطلع منها للتاجر عفوا، هبتدي اطلع منها الدوره كلها كده بطلعها للتاجر، لان بتبقى العدد كبير، ممكن بنزل 250، بنزل 300. الدورة لما بتكون عددها كبير مش هينفع ان انا اطلع كده
لا بطلعها كلها، لان هي البورصه بتبقى عاليه وبتعوضنا، ما بنضطرش ان احنا نطلع ايه على ايدينا، لان دي يعتبر ايه الدوره التعويضيه بتاعتنا. همشي معاكم خطوه بخطوه من اول التطهير ان شاء الله، لحد ان شاء الله ايه لحد عمر البيع. انا عندي الدوره بتاعتي ما شاء الله يعني ايه، ببتدي كده ايه، انا بحب انزلها في المكان هنا عندي، لان انا بحب في الابيض بالذات، لان أنا ببقى واخده ايه مكان، واخده بالي منها. انا بحب الحاجه تبقى قدامي، لان انا اللي براعيها، بطلع كل شويه وبظبط الدنيا والتدفئه والحراره، لان انا طالما ظبطت الدنيا واخدت بالي من الحاجات دي كلها، الدوره بتطلع ايه مظبوطه معايا وكويسه. لان هي دوره الابيض عايزه اهتمام، عايزه رعايه، عايزه ان انا باخده بالي من كل حاجه. ما ينفعش اسيبها وانام، لا ده انا لازم كل شويه بطلع ابص عليها واطلع اشوف الدنيا. انا حاليا عندي يعني يعتبر كده ايه، في المكان، خليكم معايا كده اوريكم. لسه احنا بننظف وما ابتديناش ايه تطهير، خليكم معايا كده. بصوا يعني احنا ايه خلاص احنا بننظف مكان الدورات اللي عدت، كله ده كده بتشيل. بنبتدي نلم ايه الدنيا بتاعتنا كلها كده، وبعد كده ايه بننزل دورتنا. بس انا عندي هنا المكان صغير برضو، اخره ممكن يشيل ايه حوالي 200، مش اكتر من كده. بصوا يا جماعة، محدش يتهاون في الدورة اللي جاية، لان ايه الفيروسات والدنيا دي صعبة جدا، يعني جات لها المزارع يعتبر كلها. المزارع طالع فيها الفراخ بايظة معنى أصح، ولذلك رفعت مرة واحدة. ما نتهاونش فيها، ناخد بالنا، أهم حاجة التطهير، يعني نعمل أمن حيوي كويس جدا، يعني ما نحاولش إن احنا نتهاون. أنا عن نفسي خفيت المكان هنا خالص من الطيور، علشان أتفرغ إيه للأبيض. دورة الخير والسعد والهنا إن شاء الله عليكم، ويلا نبتدي مع بعض كده، ننزل مع بعض ان شاء الله. انا كل كام يوم كده 3 4 ايام كنت طهرت هنا، نشوف، لان انا مش زي ما قلت لكم كده، انا ما باخدش اكتر من 35 يوم في الدوره، ما بتقعدش عندي اكتر من كده، من 32 ل 35. الاوزان ظبطت معايا في الفتره دي، ببتدي ان انا ايه اطلع. لكن زي ما قلت لكم المزارع بتطول 40 يوم وكده، لكن احنا طبعا عشان اعداد صغيره برضو، مهما يكون 200 او 300 بيبقى اعداد صغيره بالنسبه للمزارع. العدد بالنسبة للمزارع يعني ولا حاجة، يعني هم بيطولوا عشان العدد كبير، لكن احنا العدد برضه بيبقى صغير بنطلع بسرعة. يا رب تكوني دورة الخير والسعادة والهنا عليكم، وإن شاء الله تبقى كده ايه، تفتح كده باب رزق لناس كتير. يلا نبتدي مع بعض ان شاء الله. هبتدي معاكم والله خطوة بخطوة، مش هسيبكم. لو ابتديتوا ان شاء الله معايا خلال 3 ايام او 4 ايام بالكتير هنبتدي ننزل. هنشتغل مع بعض واحدة واحدة كده، وان شاء الله هتعدي معانا بخير وسلام. يا رب كده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون عجبكم. ما تنسوش لو انتوا اول مرة تدخلوا القناة، ما تنسوش الاشتراك وما تنسوش اللايك. ولو في اي استفسار قبل ما نبدأ الدورة الجديدة او اي سؤال، اكتبولي في الكومنتات وانا هرد عليكم، واقول لكم ايه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.